جينيس تعتبر الموسوعة الأكبر في العالم لتسجيل الأرقام القياسية، ولو تدخل على الموسوعة راح تلاقي اسمي براس الصفحة كأفضل صانع محتوى في العالم. أنا بحب التواضع الصراحة، بس الأرقام بتحكي، أنتوا عارفين. بهذا الفيديو بدي أقولكم عن أغرب الأرقام القياسية يلي سجلتها موسوعة جينيس. الشخص الأول الفرنسي مايكل لوتيتو، بيحمل الرقم القياسي العالمي لأغرب نظام غذائي في العالم. لوتيتو أكل كمية كبيرة من معادن ومواد مطاطية، وبدأ الإشي هذا عند لوتيتو 1966 وكان عمره 16 سنة، والسبب إنه عنده مرض في العقل اسمه بيكا، وهو عبارة عن أكل معادن. وسنة 1967 حسبوا إنه لوتيتو أكل 4 كيلو من المعادن، ومات مايكل سنة 2007 وكان عمره 57 سنة، والوفاة كانت طبيعية وما لها علاقة بأكله الغريب. الرقم الثاني اللي صعب ينكسر لسنين طويلة هو أطول أظافر في العالم لرجل ولا امرأة، ميلفين بوث ولي ريدموند، ودخلوا الموسوعة بعد ما حطموا الرقم القياسي، ووصل طول أظافر ميلفين ل 9 متر، ولي ريدموند وصل ل 8 متر، واحتاجت ل 30 سنة ما تقص أظافرها عشان يوصلوا لهذا الطول. يعني غريب كيف عايشين بأظافرهم. ولي ريدموند خسرت الرقم بعد ما انكسر أظافرها بحادث سيارة، وحاليا صارت مطربة أمريكية كريستين هي صاحبة الرقم القياسي. طول أظافرها 6 متر، والمدة اللي طولتهم فيها هي 26 سنة. وهذا الشخص من التشيك، ودخل الموسوعة بعد ما قدر يعيش لمدة 10 أيام مدفون بتابوت تحت الأرض بدون أكل أو شرب، وكان في أنبوب تهوية بتنفس من خلاله، وقدر يكسر الرقم هذا يلي كان لشخص قدر يعيش 4 أيام تحت الأرض. وحكى صاحب الرقم إنه أكثر الأشياء يلي كانت صعبة عليه هي العطش، واليوم السابع والثامن كانوا أصعب الأيام. والرقم يلي بعده هو تنزل درج بإيديك بدل رجليك، والشخص هذا جاب رقم قياسي إنه ينزل الدرج على إيديه ب 12 ثانية، والرقم هذا حلو بس بده تمرين الصراحة. تمرين الضغط، رقم مصري لمحمود محمد أيوب يلي بيسوي تمارين ضغط بالكف وظهر الإيد، وبيقدر يسوي 73 ضغط بهاي الطريقة بدقيقة واحدة. والتمرين هذا اشتهر فيه جاكي شان، وشفنا له مقاطع وهو بيسوي هذا التمرين. تدوير الكرة على الإصبع، أكيد كلنا جربنا نسويها بس ما كنا نعرف نكمل 10 ثواني، بس الشخص هذا قدر يساوي الرقم القياسي، وحط قلم وحط الكرة عليه وظلت الكرة تدور لمدة دقيقة و13 ثانية. وشخص ثاني اكتشف إنه ما في رقم تدوير الكرة الأمريكية، عشان هيك قرر يعمل رقم قياسي باسمه لمدة 21 ثانية، وبعدها وقعت. والشخص هذا دخل موسوعة جينيس كأكثر شخص بيقدر يطلع عيونه للخارج. والشخص هذا حلاق، وقرر بما انه بيقص شعر الناس يجمع الشعر ويعمل كرة من الشعر، وكان بده يتحدى شخص ثاني برضو كان عامل اكبر كرة شعر واسمه هنري كوفر، ووزن الكرة 26 كيلو. سكواد جيم كان اكثر اشي بينحضر على نتفليكس في العالم، وكثير ناس عملت فيديوهات عن سكواد جيم وانشهر بشكل كبير في كل السوشيال ميديا. والشركة هاي شافوا حالهم فاضيين وما عندهم اي اشي وعددهم كبير، قالوا نفوت بموسوعة جينيس، ربطوا الموظفين ورتبوهم واخذوا رقم قياسي بالموسوعة. وهذا الشخص هو اسرع شخص بيمشي على ايده، اسمه زين كلاك، مريض بمرض نادر، وتصور وهو بيمشي على ايده، والناس شافت الفيديو وحكت له انه بتقدر تعمل رقم قياسي، وبالفعل اجاله ناس من موسوعة جينيس وقدر يحقق رقم قياسي. نيكولاس عنده أطول لسان في العالم، وبيحكي إنه لسانه مفيد كثير بالنسبة له، وبيقدر يعمل أشياء مفيدة فيه، وهو بيحب الرسم، قال يستغل لسانه. شوفوا. وبتعرفوا تمرين البلانك، جورج حطم الرقم القياسي ب8 ساعات، ولكن الشخص دانيال عنده رأي ثاني، حطم الرقم ولكن المحاولة الأولى انرفضت عشان الوضعية كانت غلط، ولكن ما تراجع وقدر يحطم الرقم القياسي ب9 ساعات. وهيك بيكون شفنا أغرب الأرقام القياسية في العالم. بشوفكم بفيديو جديد، كان معكم الباشا، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. سلام.